بركاته. حبايبي ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وسعادة بإذن الله. كل سنة وانتوا طيبين. النهاردة هنعمله مع بعضنا عاشورة الجميلة بتاعتنا اللي اهلنا بيعملوها لنا من زمان. انا معايا نص كيلو غلة اهي قدامكم، زي ما انتوا شايفين الغلة قدامكم اهي. دي انا نقعاها من امبارح بالليل الحمد لله بفضل الله. وعندي كيلو لبن قدامي، وعندي قشطة وكريمة على بعضها، وعندي هنا كوباية جوز الهند وكوباية سكر، وعندي هنا معلقتين نشا كبار والفانيليا بتاعتنا زي ما انتوا شايفين. يبقى اللي هي مقاديرنا بالظبط: كيلو لبن، معلقة كوباية جوز هند، كوباية سكر، معلقتين نشا كبار، فانيليا بتاعتنا اهي معانا. ودلوقتي هنعمله طبعا القشطه زي ما انتوا شايفينها، دي قشطه على كريمه. دي هضربها في قلب بعضها دلوقتي وهوريها لكم بعد ما اضربها باذن الله. اما ممكن اضربها واحط عليها النشا يضربوا مع بعض. ممكن احط فيها حبه لبن او بق ميه صغيرين حسب الرغبه بتاعتكم. انا دلوقتي الميه بتاعتي على النار بتغلي، هروح لها عندها بس اصفي البليله بتاعتي من الميه دي عشان افضي البليله الغله بتاعتنا على النار. هذه الميه بتاعتنا غلت اهي زي ما انتوا شايفين. في بقى تكايه كده جميله انا هعملها احطها عشان خاطر الغله بتاعتنا تبقى جميله. هنحطها معلقه سكر اهي في قلب الميه قبل ما احط الغله بتاعتي، وهقلبها كويس جدا. دي التكايه الجميله اللي هتخلي الغله بتاعتنا تبقى ماسكه نفسها وحلوه وجميله كده. كده السكر بتاعي ده هفضي عليه الغله بتاعتي اهي. ادي الغله النص كيلو بتاعنا اهو، فضيته كله. تمام كده حبايبي. وانا هقلبها. الميه بتاعتها لازم تبقى كتير، ما تبقاش شويه عشان ياخد سواها. كده انا هسيبها تستوى مع نفسها حوالي ربع ساعه بالظبط ربع ساعه. هغطي عليها وبعدين هنشوف هنعمل ايه تاني. ادينا اهو عملت الكريمه والقشطه ضربتهم في بعض، وخدت اللي هو النشا حطيت فيه شويه لبن وضربته كويس جدا وفضيته على الكريمه بتاعتي اهي زي ما انتوا شايفين اهي سايله كلها جميله ازاي. بالنسبه للغله بتاعتي حطيتها على النار طبعا لمده ربع ساعه، وغطيت عليها ربع ساعه بالتمام والكمال على الغله، وغطيت عليها طبعا لمده الربع ساعه. وبعد ما اخليها الربع ساعه هطفي عليها واغطيها، اسيبها اغطيها مع الميه اللي بتغلي لمده ربع ساعه تانية. تمام. وبعد كده هطفي عليها. يبقى كل الموضوع كلنا خدنا على بالنسبه لسوى البليله الغله نص ساعه بالتمام والكمال، ربع ساعه غليه وربع ساعه ببقى متغطي عليها واسيبها لغايه اما اشوف هنعمله ايه تاني باذن الله. وده معانا الكيلو اللبن بتاعنا زي ما انا قلت، ودي الكريمه والقشطه بتاعتنا، وضربت فيها اللي هو النشا بتاعنا. السكر طبعا بتاعنا حسب الرغبه زي ما انتوا عايزينها حلوه قوي، عايزينها متوسطه، حسب رغبه اللي بياكل. تمام. هنبص مع بعض هنشوف هنعمله ايه دلوقتي تاني وارجع لكم باذن الله تعالى. ورجعنا لكم تاني بعد ما خلصناها. قعدت كده تمام نص ساعه كاملين. خدت نصها، انا مرضتش طبعا ازعجكم بالخلاط، خدت نصها اهي ضربتها في قلب الخلاط، نص الكميه بالظبط، نص الكميه خدتها وضربتها في الخلاط. انا مرضتش اضربها معاكم عشان ما يزعجكمش الخلاط. هي دلوقتي كده على النار هفضي عليها الكميه اللي انا طحنتها اهي كلها زي ما انتوا شايفين اهو، وهقلب فيها كويس جدا. طبعا وانا بعملها هضيف عليها باذن الله جوز الهند بتاعنا اهو، هفضيه عليها جوز الهند كوبايه، وهقلبها بيها عشان خاطر يدوب فيها جوز الهند كده وطعمها يبقى خطير وجميله جدا باذن الله.
جوز الهند ده كده هيدوب فيها دوبان خالص، مش هيبقى باين خالص نهائي. زي ما انتوا شايفين كده اهو، افضل اقلب فيها كده، احركها كتير. وطبعا انا عملت الكريمه بتاعتي اللي انا عاملاها دي، هي كريمه وقشطه على بعض، وحطيت في قلبهم النشا بس ياخد غلوه كده قدامي، وبعدين باذن الله افضيها عليها ان شاء الله تعالى. وبعدين هحط السكر، وبعدين الفانيليا بتاعتنا، اللبن انا اسفه، بعديها اللبن، معلش اللبن باذن الله. هسيبها على النار شويه كده تمام وارجع له اهو. حبايبي بصوا جوز الهند داب وبقى جميل وريحته جميله جدا. انا هضيف السكر بتاعي اهو كمان زي ما انتوا شايفين، ادي السكر بتاعي اهو، واقلب فيه كده. معلش جوز الهند اللي عندي طلع خشن، المفروض انا كنت حطيته ناعم اكتر من كده. اللي عنده ناعم خالص يبقى يحط. تمام. بصوا بقى الغله بتاعتنا بقت شكلها عامله ازاي، جميله بسم الله ما شاء الله عليها، بسم الله ما شاء الله. طبعا هاجي اعمل ايه دلوقتي، هضيف اللبن بتاعي. هضيف اللبن بتاعي اهو، كيلو اللبن تمام كده، ده كيلو اللبن. وهنحط الفانيليا بتاعتنا، ادي الفانيليا هي، هفضيها. بسم الله ما شاء الله. كده يعتبر الغله اخدت نص ساعه كامله، ربع ساعه وهي بتستوي على النار، وربع ساعه وانا مغطيه عليها بعد ما اتطفت. وبعديها بقيت اكمل بقيه الحاجه اللي انتوا شفتوها معايا باذن الله. حطيت جوز الهند وحطيت السكر وحطيت الفانيليا تمام كده حبايبي. دلوقتي هنحط ايه، هنحط اللي هو الخليط بتاعنا اللي هو كريمه مع القشطه مع النشا باذن الله تعالى. هحطهم على بعض اهما، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الله اكبر، تبارك الله تبارك الله، بسم الله ما شاء الله. وافضل الفلف فيها كده زي ما انتوا شايفين اهو. انا مش عايزه اسيب حاجه صراحه في الطبق، لان ده كلها قشطه وكلها ايه، النشا بتاعي. انا ضربت النشا مع القشطه والكريمه بتاعتي بشويه لبن تمام اهو كده اهو. بسم الله ما شاء الله اهو، بيلف معايا اهو، اللهم صل على النبي، الله اكبر. السكر طبعا حسب الرغبه، بسم الله ما شاء الله، بيلف معايا اهو. حطيت كل احتياجاته عندي. انا بقى احب بقى ازود ايه، بعمل كده كمان في الرز بلبن عشان تبقوا عارفين يعني. انا بعمل كده برضو في الرز بلبن، باجي وهو قرب كده يستوى يبقى تمام التمام، تبقى عندي حته قشطه صغننه كده بروح حطها في قلبه. اما احط القشطه دي بتديها طعم وبتخليها طعمها جميل جدا وبيبقى كريمي خالص اهي.
كده انا حطيت كمان حته القشطه، بتديها طعم جميل جدا 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 جدا. انا بعمل كده في الرز بلبن. الرز بلبن طبعا انا ما بحطلوش نشا خالص عشان تبقوا عارفين. رز بلبن ما احطش نشا نهائي نهائي، العاشوره بس اللي بتحط لها النشا. انا تقريبا عملت معاكم رز بلبن قبل كده مش فاكره، بس ممكن اعمله معاكم تاني بمشيئه المولى. معلش انا اسفه، هنوطي الصوت عشان الاذان. معلش انا اسفه، انا طفيت الصوت خالص عشان خاطر الاذان. بصوا كده لفت معايا، بسم الله ما شاء الله، اهي بتغلي اهي اهي، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. كل سنه وانتم طيبين، نعاد عليكم الايام بخير يا رب العالمين، وعليكم وعلى اسرتكم باذن الله. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. بصوا جمالها وحلاوتها، ولا ريحتها الجميله، ريحتها تحفه. انا هطفي عليها دلوقتي لانها كده خلاص خدت سواها. هطفي عليها واسيبها بس تسترخى شويه، وافضي معاكم طبق. يا اما انا افضي معاكم طبق دلوقتي وهي معايا كده. انا طفيت عليها والطبق اهو جنبي، هفضي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الله احسن الخالقين، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. انا بفضي في الاطباق اهي اهو. ادي الطبق بتاعي اهو، ادي الطبق اهو، شايفينه كويس اهو، ادي الطبق. بسم الله ما شاء الله. هفضيه كله طبعا وارجع لكم تاني عشان اوريه لكم باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. ربنا يجعله عام سعيد عليكم باذن الله تعالى، اللهم امين. هفضي بقيته واوريه لكم باذن الله تعالى. ودينا خلصنا العاشوره بتاعتنا الجميله اللذيذه باذن الله. كده هضيف عليها زبيب بس عشان خاطر ايه، احفادي حقيقي ما بيحبوش الجوز الهند، بس انا خماهم وحتى جوز الهند في قلبها طبعا. ارشها كده بالزبيب. لو عندك سوداني ماشي، لو عندك مكسرات يبقى خير وبركه. اللي موجود عندنا احنا بنحطوه، مش بنتقيد بحاجه ايه ضروريه يعني او حاجه مخصوص يعني. اللي موجود عندنا بس الحمد لله رب العالمين بنحطوه والحمد لله. اهي انا مشيت معاكم خطوه خطوه طبعا، وهكتب لكم في الوصف كل حاجه باذن الله تعالى. ادي الشعشوره بتاعتنا اهي جميله ان شاء الله تعجبكم. ولو عجبتكم معلش انا اسفه والله العظيم، انا بتلخبط كتير جدا، اعذروني. فعلوا لي الجرس واشتركوا لي، وان شاء الله تشوفوا مني كل جديد. وكل عام وانتم طيبين وبصحه جيده. انا بيكم وليكم وعشانكم، واتمناكم دايما تكونوا سندي وواقفين معايا، واشكركم. كل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.